ولد الشامي 5 مايو 1988 خارج مصر. أمضى تعليمه الأساسي بالخارج، ومع عودة والديه لمصر اختار المجال الإعلامي كي يكون عمله الحياتي. تخرج الشامي في كلية الإعلام بجامعة السادس من أكتوبر دفعة 2009، ثم تزوج من جهاد. وللوهلة الأولى من النظر للصور التي تجمع عبد الله بزوجته تشعر بمدى ارتباط بعضهما بالبعض. انتقل بعد ذلك للدولة التي نشأ بها مصر، ليكون منها مراسلا لشبكة الجزيرة الإخبارية في نيجيريا، وأيضا لوسط وغرب إفريقيا. كان عبد الله على شعور دائم بأهمية وخطورة عمله، إلا أن الأمر تغير في مصر عن المعتاد بعد انقلاب 3 يوليو. ومع اعتصامي رابع العدوية وميدان النهضة أرسلت إليه شبكة الجزيرة ليكون مراسلها بحكم كونه مصري، وكان ذلك في أواخر يونيو 2013. يقال أن الشخص قد يولد مرتين. باعتقال الشامي وتحديدا في 14 أغسطس من ذات العام بدأت رحلته، وكالكثيرين لفقت التهم المحددة والمعدة سلفا من قبل السلطات المصرية لعبد الله الشامي في سجون العسكر، لكن الأمر هنا اختلف كثيرا، حيث أصبح مصدر إزعاج للنظام برمته. رغم ذلك لم يتغير الأمر كثيرا، واستمر تجديد حبسه مع انتهاء 15 يوما يجدد له 45 آخرون، وهكذا. وبعد أكثر من 5 شهور من الاعتقال بغير سبب وسوء معاملة، إلى حد أنه في بعض الجلسات لم يحضر القاضي من الأساس، اختار الشامي معركته، معركة الأمعاء الخاوية. بدأ الشامي في إضرابه بداية من 21 يناير 2014 كمعركة أخيرة مع السلطات المصرية. استمر تجديد الحبس مرة أخرى، بل وتم منعه من الخروج من محبسه، أضف إليه تنقله من سجن إلى سجن آخر، إلى أن وصل إلى المكان الأسوأ سمعة بين معتقلات الانقلاب، سجن العقرب، وأجبر على الحبس الانفرادي هناك، وتم تهديده بسبب إضرابه عن الطعام. وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وأمضى أكثر من 40 فوق 100 يوم من الإضراب المفتوح، منها 7 أيام متواصلة من غير شربة ماء. صعبا إذا حكمت أن كل ما فعله عبد الله لدفاعه فقط عن كلمة الحق، لكن ربما الأمر الأهم هو فراقه عن حبيبته. تقاسم كل شيء في الحياة، إلى حد امتناع الزوجة جهاد عن الطعام، وبعد أن قارب الطير المغرد عاما من الحبس داخل السجون دون إثبات لأي تهمة، اضطر هشام بركات النائب العام، وتحديدا في 16 من يونيو، للإفراج عن عبد الله الشامي بعد قبول تظلمه الرابع. خرجت رغم العزل الانفرادي 37 عزل انفرادي سجن العرب، خرجت رغم كل الأكاذيب والتضييقات اللي مرسوها عليا وقالوا مش مدرك. ليتوج عبد الله وزوجته جهاد بقوة إرادتهما في مشهد أسطوري يفوز فيه شخص على ظلم دولة بعزيمته لتعود الروح المشتاقة إلى سكنها. عبد الله الشامي قلب يظل على أفكاره، ونفس لعبها الكد والتعب.